ايه رايك في القرار؟ والله عادي يعني ما فيش حاجة جديدة، احنا معانا الكتب وبنذاكر منها، يعني مش لازم نروح نجيب الملازم من بين السرايات. هو القرار صعب شوية، لأن هو المفروض حضرتك لو هم هيلغوا المكتبات يبقى المفروض ينزلوا الكتب بدري. فيعني الكتب بس عايزة مذاكرة، هي هتفرق مع الناس اللي هي بتيجي في آخر الشهر وبتذاكر. فبتجيب اللي هي الملخصات الحاجات السهله فبتذاكر منها. انا عن نفسي شايف القرار ده كويس وفي محله القرار ده. اديني وسيله تانية، ايه الوسيله التانية؟ ما احنا برضه هلجا لبين السرايات. القرار ماشي، ممكن يناسبني ممكن يسيبني انا هو القرار عموما هو المفروض كويس، بس بالنسبه لي انا مش كويس. غيري ما يناسبوش القرار يعني. عشان انا المفروض من اهل بين السرايات وتبع المكاتب وكده، فهتيجي على انا بخساره. اولا ده حريه للطلبه، يعني الطلبه مثلا لو عايزه تجيب ملازم اوكي، مش عايزه خلاص. هم ايه اللي بيخليهم يتعاملوا مع المكاتب؟ كتب الدكاترة بيبقى فيها كم كبير جدا. والله هم بيبقوا ملخصين يعني المحاضرات وكده، فده بيسهل على الطلبة انهم يذاكروا يعني. المنهج كبير وهم بيلخصوا الحاجات. يعني مثلا كتاب 500 600 صفحه مش هنلحق نذاكر. في بين الصياد بيدي الملخص واللي بيجي في الامتحان. في ناس ما بتحبش تتعب نفسها وتذاكر، لأن احنا حضرتك بنبقى شغالين يعني. المحاضره بتبقى كبيره ومحدش بيقدر يقعد في المحاضره الوقت ده كله.